يو وات از اب يوتيوب، معاكم نور وبس. والليلة أنا جاي أعترف لكم بحاجة محرجة شديد. أنا سخيفة شديد في موضوع السواقة، لكن ده نتيجة الحاجات بتعرض لها والناس بتتعرض لها في حياتها اليومية. يعني مثلا أكون سايقة في أمان الله، يكون قدامي لوري ولا قندراني ولا عربية نقل، والناس اللي قاعدين بورا يسيبوا شغلتهم ويقعدوا يتفرجوا في وشي كأني شاشة تلفزيون بعرض لهم فيلم بلوك باستر جديد، ناقصهم بس البوب كورن والله. ولا في مثلا واحد ذكي يقرر انه يجيف له في زجاج يا دوبك بشيل عربية ويشغل انتظار ويوقف الناس اللي واقفين وراه ديل كلهم على حسابه ليه. لكن ولا مثلا واحد يقرر يقطع الشارع في حتة ما فيها عبور مشاة ويتوقع انه الناس ديل كلهم يهدنوا عشانه، وتتخيل انه يمكن يكون عنده دم ويمشي بسرعة. لا، كيف بس يمشي لك بكل بطء وبرود دم؟ فبسبب الحاجات دي كلها بقى ما عندي ضيق اني اسوق، اكون شايفة المطب هونداكا ماشي عليه، بدل ما اقوم اهدن زي ما كل الناس بتعمل اقوم امشي بسرعة، يقوم الزول اللي قدامي يجيه هارت اتاك عشان بيتخيل اني حكسره هو عربيته. بعدين الناس اللي بتحود يمين وشمال في الشارع كأنها تلعب سنيك، اقوم انا ادق لهم بوري اذكره بالواقع. والناس اللي انا ذكرتهم قبل كده ديل بيكونوا بيتساخفوا لنفس الاسباب بتاعتي، لكن ده ما مبرر بيحدد اسلوبنا احنا في السواقه، ولازم نراعي الناس اللي حوالينا، لانه احنا لما نعمل الحاجات دي مش بس بنضر روحنا، بنضر الناس اللي حوالينا كمان. لو عجبكم الفيديو ده ما تنسوا تعملوا له لايك، وسيبوا لي تحت في الكومنتس الحاجات اللي بتغيظكم في السواقه شنو، واعملوا سبسكرايب عشان لما انزل فيديو جديد تجيكم نوتيفيكيشن. باي.